رجعنا لكم تاني، ويمكن اول خبر معانا كان من نادي الزمالك. نادي الزمالك اصدر بيان رسميا يعترض فيه على الراعي شركه ادوات نظافه. طبعا كلنا عارفينها. طبعا اي واحد زملكاوي من امبارح للنهارده، يعني اي BBM اي مسج طبعا كلها مداعبات يعني بالنسبه لنادي الزمالك، تريقه نوعا ما شويه على نادي الزمالك من خلال الراعي. طبعا الراعي ليه كل الاحترام والتقدير، ولكن في يعني ناس مش حابه هذا الراعي ان يكون على الصدر نادي الزمالك. شايفين ان هو ادوات نظافه نوعا ما بيبقى فيها حاله تهكم، ويمكن حصلت فعلا حاله تهكم شديده على جماهير النادي وعلى الناس كلها في من خلال الراعي اللي يقال ان هو هيبقى الراعي الرسمي لصدر نادي الزمالك او تيشيرت من قدام. يعني حاجه مهمه جدا. الزمالكاويه رافضين هذا الراعي بشكل كبير جدا جدا، من خلال يعني كلنا قرينا طبعا على الانترنت بالذات، وكله جات له مسجات طبعا اصحاب اي واحد زملكاوي واهلاوي بيبعتوا لبعض، فكله طبعا تريقه على هذا الراعي. مش لان هو طبعا الراعي ليه كل احترام وتقدير، ولكن جماهير نادي الزمالك شايفه ان هو بيقلل من يعني شكل نادي الزمالك. يعني نادي الزمالك يمكن يتحط عليه اي حاجه ثانيه غير انها تبقى ادوات نظافه، مع احترامنا لهذه الشركه الكبيره جدا. ولكن جمهور نادي الزمالك عنده يعني مشكله كبيره، ونادي الزمالك نفسه يمكن نادي الزمالك اصدر بيان قال ان هو ملوش دعوه خالص بهذا التعاقد، واللي عقده هو طبعا وكاله الدعايه والاعلان وكاله الاهرام هم اللي كانوا ليهم الحق في هذا، ولكن نادي الزمالك لم يؤخذ برايه في اي شيء. وانا اقول لكم يمكن النص اللي معايا: حفاظا على التاريخ العريق لنادي الزمالك واستجابه لجماهيره العظيمه، قرر مجلس اداره نادي الزمالك عقد اجتماعا طارئا خلال الساعات المقبله مع وكاله الاهرام للاعلان لمناقشتهم في موضوع اعلان احدى الشركات على صدر تيشيرت الفرق الرياضيه بالنادي، مع التاكيد على ان اختيار الشركه كان من خلال الوكاله وليس للزمالك دخل فيها. وتؤكد اداره الزمالك على انها مستعده لتحمل اي عواقب ماليه اذا فسخ التعاقد مع الشركه التي حصلت على حق الاعلان. طيب، هو طبعا المجلس الاداره ممكن الاداره قال احنا نتحمل اي عواقب ماليه. ممكن مجلس الاداره ما يبقاش مكمل، يعني مجلس الاداره ممكن يبقى يوم السبت اخر ليه كلام، فبالتالي هو بيتكلم ان هو مش هيبقى ليه عواقب، ولكن المجلس القادم هو اللي هيتحمل هذه العواقب. فهل هم مش باصين لهذا ام باصين لكرامه النادي؟ بس اللي خلينا ناخد شكل برضه مهم جدا من هذا الموضوع. يمكن الناس تتكلم على الفانيلا، ولكن اللاعبين اللي هيلبسوا التيشيرت هل هم هيبقوا مبسوطين بهذا الراعي؟ معانا نجم كبير جدا واتحطت على صدره يعني اعلانات اعلانات كبيره جدا واعلانات من احسن الشركات في العالم، فبالتالي هل هو مبسوط بهذا الاعلان ولا لا؟ نعرف من الكابتن ميدو. مساء الخير يا ميدو. مساء الخير يا كابتن حازم. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. يعني انت اتحطت على صدرك تيشيرتات ما شاء الله، يعني اعلانات مهمه جدا. انت ليك دخل بهذا الموضوع ولا انت لعيب مالكش دعوه باللي هيتحط عليك يعني في التيشيرت؟ مالكش دعوه، مش مشكلتك. والله يا كابتن حازم احنا طبعا احنا مالناش اي راي في القصه دي يعني. يعني احنا مش عارفين ايه ظروف العقد اللي النادي عمله، وفي الاخر هي طبعا قصه المجلس الاداره، يعني هم اكيد ان هم اللي هيقرروا ايه لصالح النادي. احنا بالنسبه لنا كلاعيبه الحاجه اللي مجلس الاداره هيقررها طبعا اكيد هنلتزم بيها، لكن في نفس الوقت على المستوى الشخصي انا بقول لك انا نفسي ان قصه السبونسر اللي احنا سمعناها ده، ان القصه ما تمشيش بالشكل ده يعني. ليه يا ميدو؟ طيب ما تمشيش ليه؟ يعني مثلا في ناس انت يقول لك انت محترف واللعيب ما بتبقاش ليها زي ما انت قلت كده في الاول. فيها جزء زي ما حضرتك بتقول صح، والجزء الثاني ان انا شايف ان يعني طب ليه؟ يعني طب ما اكيد كان في شركات ثانيه متقدمه. هو دايما حضرتك ما بتبقاش في الحاجات اللي هي الاظرف المغلقه وكده ما بتبقاش القيمه الماديه بس. اكيد النادي كان المفروض يعني يحط شروط ثانيه يعني للمعلن اللي على التيشيرت اللي هنلبسه. فما اعرفش هل في العقد عندنا ما كانش فيه اي شروط، يعني كانت مسألة مفتوحه. وبعدين حتى يعني اعتقد لو المبلغ مغري شويه يا ميدو، يعني مثلا لو 50 مليون مثلا زي النادي الاهلي مثلا او 60 مليون، كنا ممكن مثلا الناس تقول خلاص اوكي، لكن هل 6 مليون هو رقم المغري ان انت بالظبط حضرتك؟ وبعدين حضرتك هل ما فيش شروط خالص؟ انا النهارده لو كان جالنا مثلا شركه خوب او شركه اي حاجه ثانيه هل الموضوع مفتوح في العقد؟ وهل السؤال الثاني هل في العقد يا كابتن حازم لازم الوكاله الاهرام يشترطوا موافقه نادي الزمالك قبل الموافقه على العرض؟ كل الكلام ده انا ما اعرفش موجود ولا لا. لا ما اعتقدش ان هم متهيألي
متهيألي ان نادي الزمالك ما يبقاش ليه حق ما دام خد الفلوس ومضى. ما اعتقد مش عايزاه كتير انه شوف شعب. ده برضه يا كابتن حازم اكيد غلط يعني في اي نادي في العالم. انا من خلال الكلام اللي انا شفته ان لازم النادي يبقى ليه حق الموافقه على الاعلان اللي هيتحط على الصدر بتاعه. اصل هو لو كان ليه حق يا ميدو، لو كان ليه حق اعتقد ما كانش الوكاله كانت عملت هذا العقد. يعني كان لازم ترجع للزمالك، واعتقد كان الزمالك هيقول لا يعني. اكيد واضح يعني. انا برضه مش عايز افتي يعني، لكن واضح ان هم ما كانوش ما عندهمش حق. يمكن الحق الوحيد ان هم ما يبقاش فيه خمور او سجاير على حد في تيشيرت في مصر. يعني ده مصر بشكل عام مش نادي الزمالك بس. هو ده يمكن الاعتراض الوحيد بيبقى دايما في العقود اللي بين وكالات الرعايه والنوادي يعني. والله يا كابتن احنا يعني حضرتك احنا لعيبه يعني انت مش مبسوط بهذا العقد؟ يعني انت كاحمد حسام مش هتبقى مبسوط على المستوى، انما النهارده كلاعب في نادي الزمالك لو الدنيا في الاخر اللي حصل اتفاق ما بين وكاله الاهرام وبين النادي ان احنا لازم نلتزم بالكلام ده، اكيد ان احنا كلاعيبه مفيش حاجه في ايدينا نقدر نعملها، اكيد هنلتزم. طب خلينا بقى معاك انت شويه ميدو، يعني طمنا عليك. الناس كلها بتقول ان انت ابتديت ترجع الحمد لله، اهداف في الماتشات الوديه. الناس طلعت كلام ان انت هتسافر لندن تعمل حاجات لنفسك تخسس، الكلام ده صح ولا انت كله تمارين فتنس طبيعي مفيش حاجه ثانيه؟ لا طبعا. بتضحك ليه؟ طبعا يعني انا بتمرن كويس جدا. بتضحك ليه؟ بتضحك ليه؟ وصلت بشكل كويس جدا. انا سمعت زيك القصه، قال لك ميدو لما نعمل شهر دهون فانا فكرت في الموضوع ممكن برضه يعني ايه اروح برضه انفخ شفايفي واعمل كام عمليه تجميل كده واخش ستار اكاديمي ان شاء الله الفتره الجايه. يعني مش عارف الكلام، ما كانت الناس بتطلع كلام غريب يعني. انا الحمد لله وصلت دلوقتي للوزن المثالي ليا، وبشارك في الماتشات الوديه زي ما انا كنت قلت لحضرتك قبل كده. الماتشات الوديه اتفقت كان في اتفاق مع كابتن حسن ان اشارك في كل الماتشات الوديه. للاسف بتلاقي ناس بتطلع كلام بيبقى الهدف منه يعني يبقى فيه احباط او ان الناس تحاول انها تثير جدل حواليا. الحمد لله انا مركز كويس جدا الفتره اللي فاتت دي، وان شاء الله الدوري لما ارجع بشكل كويس باذن الله. ان شاء الله ميدو. الناس مستنيه منك الكثير والكثير، لاعب مهم جدا في تاريخ الكره المصريه وتاريخ نادي الزمالك. نادي الزمالك مستني منك كتير جدا كابتن ميدو، بشكرك شكرا جزيلا. دي كانت وجهه نظر لاعب مهم في نادي الزمالك. ناخد الاستاذ طبعا عاصم خليفه، يعني رئيس وكاله الاهرام للاعلان او المدير يعني المسؤول. استاذ عاصم مساء الخير يا فندم. اهلا، ازيك يا كابتن حازم؟ ازي حضرتك يا فندم؟ ازي حضرتك؟ معلش طبعا اكيد حضرتك عارف احنا هنتكلم في ايه.